بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كاين اللي ما يعرفش شكون هو مخترع واتساب. المخترع واتساب هو جان كوم، من مواليد 24 فبراير 1976 في كييف، جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية، يعني الاتحاد السوفيتي. وتأسست الواتساب في سنة 2009 من الأمريكي برايان إكتون والأوكراني جان كوم. وجان كوم هذا الرئيس التنفيذي، والاثنين كانوا موظفين سابقين في موقع ياهو. مقر الشركة في سانتا كلارا بكاليفورنيا. شركة فيسبوك اشترت واتساب في 19 فبراير من سنة 2014 بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي. وعلاش اخترع الواتساب؟ جاءت الفكرة إنشاء واتساب من فترة طفولة جان التي قضاها في أوكرانيا، ولعبت دورا مهما في ابتكار مشروعه الواتساب. الخصوصية كانت مفقودة في البلد الشيوعي، حيث البوليس السري آه، كان يبحث عن خدمة توفر تلك الخصوصية في تبادل الرسائل، فاتجه لإنشاء شركته الخاصة اللي هي الواتساب. يعني تأسس الواتساب في عام 2009، يعني منذ 14 أكثر من 14 سنة. ولد جان كوم في عام 1996 في قرية صغيرة بدولة أوكرانيا، وهذه البلدة تشهد اضطرابات سياسية على الدوام، واضطر للهجرة منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في 16 سنة من عمره. لم يمنعه الفقر والحرمان من تحقيق أهدافه ورؤيته في الحياة. اختار لنفسه صديقا وفيا، عملا مع بعض على اختراع خدمة رسائل متطورة أثمرت اليوم على إبرام صفقة بالمليارات مع أكبر شركات التقنية. في الأسابيع الماضية تصدر جان كوم الصفحات الأولى للصحف العالمية بعد بيعه تطبيق واتساب للفيسبوك بمبلغ 19 مليار دولار يوم اجتمع كوم وصديقيه برايان أكتون وجيم جويتز من شركة سيكويا في مبنى أبيض مهجور كان سابقا مؤسسة للخدمات الاجتماعية، حيث كان كوم يقف في الطابور في انتظار دوره لاستلام الإعانات الحكومية. ولكن موعده هذه المرة في ذلك المكان كان لتوقيع صفقة بالمليارات يبيع من خلالها خدمة واتساب التي حققت 20 مليون دولار إيرادات في العام الماضي إلى أكبر شبكة اجتماعية في العالم. وراه يمتلك 45% من حصة الواتساب. كانت أمه ربة بيت، وأبوه كان مدير لمشاريع البناء، عمل على تشييد المدارس والمستشفيات. عاش كوم في بيت صغير دون ماء ساخن ولا كهرباء ولا هاتف، ولكنه اليوم يتوق إلى تلك الحياة البسيطة التي صنعت منه رجلا مثابرا. في سنة 19 لجأ كوم ووالدته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأقام في مدينة ماونتن بكاليفورنيا، هربا من البيئة السياسية المعادية للسامية والمثيرة للقلق في بلدته. وحصل على شقة صغيرة في غرفتي نوم بفضل المساعدات الحكومية، ولكن والده لم يتبعهما قط. وقبل التوجه إلى أمريكا عملت والدته على حشو حقائبه بالأقلام والدفاتر باش ما تدفعش ثمن اللوازم المدرسية في الولايات المتحدة. عند وصولهما عملت والدتي يعني خلت عنده جليسة أطفال.
وهو خدم على تنظيف أرضية محل الدكاكين، المحلات، للمساعدة في تغطية نفقاتهم. عندما تم تشخيص والدته بمرض السرطان حصل على إعانات حكومية إضافية. كان كوم طفل مشاغب في المدرسة، ولكن عند بلوغه سن 18 أظهر اهتماما بعالم التقنية، وتعلم بنفسه علم شبكات الكمبيوتر من خلال إعارة الكتب من متاجر الكتب المستعملة. ومن ثم انضم إلى مجموعة من القراصنة على شبكة الإنترنت عبر شبكة الدردشة. وتجاذب الأطراف في الحديث مع شون فاينغينغ، المؤسس المشارك لخدمة نابستر الشهيرة، وهي إحدى خدمات الموسيقى التي يمكن الوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت. التحق كوم بعدها بجامعة سان خوسيه، وكان يعمل في المساء حارسا في شركة أرنست يونغ، وهي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم. وبعد سنة، أي في عام 1997، حصل على منصب في ياهو لتفقد هذه منصب ياهو لتفقد نظام الدعاية للشركة. في عام 2000 توفيت والدته بعد معاناة من مرض السرطان، وكان والده قد سبقها، توفي في عام 1997. شعر كوم بالأسى والوحدة والحزن، ولكنه سرعان ما لقي الدعم والسند من زميله في العمل برايان أكتون، الذي كان يدعوه إلى منزله والخروج معا للتزلج ولعب كرة القدم، ونشأت بينهما صداقة كبيرة. في شهر سبتمبر في عام 2007 قدم كوم وأكتون على العمل في شركة فيسبوك، ولكن تم رفض طلبيهما. وفي جانفي 2009 اشترى كوم جهاز آيفون، وبدأ مع صديقه في التفكير لإطلاق تطبيق جديد للدردشة يكون مجاني وأفضل من خدمة الرسائل النصية SMS، وكان يعملان على تطويره في منزلهما وفي المقاهي. أطلق ثنائي اسم واتساب بمعنى ما الجديد للخدمة الجديدة، والتي كتب لها النجاح منذ إطلاقها. فبعد 5 سنوات بلغ عدد المشتركين 450 مليون مشارك، وبلغت قيمتها نحو 6.8 مليار دولار. ودفعت الفيسبوك الأسبوع الماضي 12 مليار دولار على شكل أسهم، و4 مليار دولار نقدا لشراء الواتساب. وحيتم منح المؤسسين والموظفين 3 مليارات دولار على شكل أوراق مالية مقيدة سيتم استحقاقها على مدى 4 سنوات بعد إغلاق الصفقة على 19 مليار دولار. في تغريدة دارها كام له على حساب تويتر، قال إن الفيسبوك رفضت توظيفه في وقت مضى، وحتى تويتر رفضت طلبه مرة أخرى، ولكن نجح في الوصول إليهما بطريقته الخاصة. وأكد في حسابه أن الفيسبوك ستبقى تطبيق واتساب مثل ما كان في السابق، ولن تلجأ إلى إضافة الإعلانات، وستجعل منه خدمة منفصلة تماما كما فعلت مع الإنستغرام الذي اشترته بمليار دولار. تعتبر صفقة الفيسبوك مع الواتساب أغلى صفقة تدفعها شركة تقنية لمشغل مبتدئ، إذ تجاوزت صفقة سكايب التي اشترتها مايكروسوفت ب 8.5 مليار دولار عام، يعني 8 ملاير ونص عام 2011. الواتساب الآن تستقبل حوالي 450 مليون مشارك شهريا، مقارنة ب 241 مليون مستخدم لتويتر في نهاية عام 2013. يعني حاليا في 2023 راهي زيادات يعني أكثر وأكثر. وهذا هو مخترع الواتساب، مش ما تقولوش ما نعرفوش، للمعلومة فقط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.